سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وعافية. معاكم مستر أحمد، والنهاردة إن شاء الله يا شباب هنبدأ نحل الأداء الأسبوعي والأداء المنزلي للأسبوع الثالث والرابع، النماذج اللي نازلة على موقع الوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نبدأ نحل. أول حاجة بيقول لك عندك ما المقصود بكل من، يعني ايه سالبية كهربية؟ احنا قلنا يا شباب قبل كده السالبية الكهربية هي قدرة الذرة في الجزيء على جذب الإلكترونات نحوها. فلما يقول لك يعني ايه سلبية كهربية، خلاص مقدرة الذرة في الجزيء على جذب الإلكترونات نحوها أشباه الفلزات. وقلنا ان اشباه الفلزات هي عناصر تجمع خواصها بين خواص الفلزات واللا فلزات. السؤال اللي بعده اكاسيد حامضيه. الاكاسيد الحامضيه هي اكاسيد تذوب في الماء وتعطي احماض زي CO2 كده. CO2 ثاني اكسيد الكربون ده اكسيد حامضي يذوب في الماء ويعطي حمض. البيكومتر طبعا هو جزء من مليون جزء من المتر، وممكن نضيف كمان وهو وحده قياس الحجم الذري. طيب نكمل يا شباب. اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لك صحح ما تحته خط، اللي تحتيه خط غلط صححه وحط الكلام الصح. يقل الحجم الذري بزيادة العدد الذري فين؟ احنا قلنا ان الحجم بيقل في الدورة مش المجموعة. عنصر ايونه موجب وتكافؤه ثنائي في الدورة الثالثة عدده الذري يكون 14. تعال نعملها. عنصر ايونه موجب، ايونه موجب بيبقى العنصر دوت فلز، لان الفلز يفقد ويتحول لايون موجب. تكافؤه ثنائي يعني الفلز كان اخره 2 وفي الدورة الثالثة يبقى هو كان عنده 2 8 2، يبقى العدد الذري كان 12. السؤال الثالث يتفاعل المغنيسيوم مع الاكسجين ويتكون اكسيد ايه؟ حمضي؟ لا، اكسيد قاعدي. ليه؟ لان الاكسيد القاعدي هو اكسيد فلز، ما هو المغنيسيوم مع الاكسجين اكسيد فلزي بيعمل اكسيد قاعدي. رابع سؤال اكاسيد الفلزات تزرق ورقة عباد الشمس، ده غلط. امال ايه اكاسيد الفلزات؟ والاجابة لو عايزها دقيقة اكاسيد الفلزات التي تذوب في الماء. أكاسيد الفلزات لو ذابت في الماء تعطي قلوي، والقلوي يزرق ورقة عباد الشمس. السؤال رقم 5 يتفاعل مين ومين مع الماء لحظيا؟ أنشط عنصرين في المتسلسلة كان البوتاسيوم اللي هو كي والصوديوم Na، دولت اللي بيتفاعلوا مع الماء لحظيا. يستخدم مين في حفظ الأغذية؟ كان اسمه كوبالت 60 مشع، يستخدم في حفظ الأغذية. الماء ومين من المركبات القطبية؟ الماء والنشادر. الماء والنشادر مركبات قطبية لأن الفرق في السالبية بين عناصرهم كبير نسبيا. تسمى عناصر المجموعة 1A في الجدول الدوري الحديث، المجموعة الأولى قصدي في الجدول الدوري الحديث باسم طبعا 1A، أو المجموعة الأولى اسمها الأقلاء اللي فيها الفلزات النشطة. السؤال اللي بعده بيقول لك ماذا يحدث عندما كان الفرق في السالبية بين عنصري المركب كبير؟ هقول له يصبح المركب قطبي. لو الفرق في السالبية كبير يصبح المركب قطبي. يعني مركب قطبي مركب الفرق في السالبية بين عناصره كبير نسبيا. ماذا يحدث إذا زاد العدد الذري في المجموعة بالنسبة للحجم الذري؟ يزيد الحجم الذري. قلنا في المجموعة الحجم بيزيد وفي الدورة الحجم بيقل. وضع قطعة فحم مشتعلة في مخبار بأكسجين مع كتابة المعادلة. أول ما تحط الفحم اللي هو الكربون يعني مع الأكسجين هيتفاعلوا ويتكون ثاني أكسيد الكربون اللي هو أكسيد حامضي. طب اكتب التفاعل. فحم يعني كربون، حط عليه أكسجين O2 يحترق، يبقى فيه كده مثلث حرارة يمسكوا مع بعض ويطلعوا CO2. ادي التفاعل، لان هو قالك اكتب التفاعل اهي التفاعل. السؤال السابع المفروض السادس دوت وده السابع. ماشي. السؤال السادس بيقول لك زاد العدد الذري في الدورة بالنسبة للحجم. طبعا لسه قايل يقل الحجم في الدورة. السؤال اللي بعده زاد العدد الذري في الدورة الواحدة بالنسبة للصفة اللافلزية. كل ما بتمشي في الدورة الفلزية زي الحجم، الفلزية بتقل والحجم بتقل، يبقى اللافلزية تزيد لأن اللافلزية عكس الفلزية. السؤال اللي بعده كيف تميز أو كيف تفرق بين ثالث أكسيد الكبريت وأكسيد المغنيسيوم باستخدام محلول عباد الشمس؟ سهلة. ثالث أكسيد الكبريت ده أكسيد حامضي يذوب في الماء ويعطي حمض، واكسيد المغنيسيوم اكسيد عادي يذوب في الماء ويعطي قلويات. فازاي فرق عن طريق عباد الشمس؟ هقول له مع ثالث اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الكبريت في الماء يحمر صبغة عباد الشمس او ورقة عباد الشمس. طب اكسيد المغنيسيوم هقول له في الماء، يعني لو حطيته في المية هيعمل ايه؟ هيزرق صبغة او ورقة عباد الشمس. السؤال اللي بعده ايه الفرق بين الصوديوم والميه باستخدام الميه؟ طبعا الصوديوم لما احط عليه ميه مع الماء قال لك يتفاعل لحظيا ويشتعل، ده الصوديوم اللي هو ال Na. طب الفضه لا يتفاعل مع الماء، يبقى ده الفرق اللي بينهم.
الفلور واليود من حيث الحالة الفيزيائية والنشاط. تعالى نعملها هنا، الفلور اف واليود اي. الحالة الفيزيائية يعني حالتهم ايه؟ الفلور غاز، اليود صلب. النشاط الكيميائي، الفلور انشط واليود اقل نشاط. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان كل ما بنزل تحت في الهالوجينات النشاط بيقل. الصوديوم والسيزيوم من حيث الكثافة بالنسبة للماء. الصوديوم كثافته اقل من الماء، من كثافة الماء. السيزيوم كان كثافته كبيرة، السيزيوم اكبر من كثافة الماء. طيب السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لك كيف تفرق بين عنصر ألف يقع في المجموعة الأولى الدورة الثالثة والعنصر ب يقع في المجموعة السابعة والدورة الثالثة من حيث العدد الذري، نوع العنصر، واسم المجموعة. سمي الله وركز معايا. تعال نقارنهم هنا كده، عنصر ألف وعنصر ب. بيقول لك عنصر ألف يقع في المجموعة الأولى في الدورة الثالثة، يبقى هو عنده مستوى، عنده 2، عنده 3، وفي الدورة الأولى يعني الأخير فيه 1، يبقى هنا 8، يبقى هنا 2، يبقى العدد كله 11. ب يقع في المجموعة السابعة والدورة الثالثة، يبقى هو 1 2 3، 3 مستويات، الأخير فيه 7 8 2. ليه الأخير فيه 7؟ عشان هو اللي في المجموعة السابعة. طبعا هنا العدد الذري يبقى 11، هنا العدد الذري 17، يبقى لما قارنا يبقى هقول له هنا العدد الذري 11 عند الألف، يبقى العدد الذري ب 11، وعند الب العدد الذري ب 17. نوع العنصر طالما هو 11 يبقى فلز، ودوت طالما آخره 7 يبقى لا فلز. طب ال 11 دوت موجود اخره 1، يبقى المجموعه بتاعته اسمها اقلاء، يبقى الالف عدد الذري 11 فلز واقلاء، الب 17 لا فلز يبقى هالوجينات. السؤال اللي بعده وضح بالمعادله الرمزيه. ركز بقى حته المعادلات دي وسمي الله كده ويلا نبدا. واحد، تفاعل المغنيسيوم مع الاكسجين. هقول له يا باشا تعالى نعمل كده. اول حاجه مغنيسيوم يعني ام جي، مع الاكسجين O2. طبعا الام جي يمسك مع الاو 2 ويعملوا مركب اكسيد مغنيسيوم ام جي او. عشان نوزن التفاعل اللي معهوش 2 هنحط قصاده 2، يبقى نيجي هنا نحط 2 وقدام الام جي نحط 2، هيبقى 2 ام جي زائد او 2 يطلعوا 2 ام جي او. وما تنساش طالما انا بسخن، ما هو الاكسجين لما يمسك مع المغنيسيوم يبقى معنى كان المغنيسيوم بيتحرق، يبقى هنا في مثلث حرارة. السؤال الثاني تفاعل اكسيد المغنيسيوم مع الميه. تعال نعملها. اكسيد المغنيسيوم يعني ام جي او، الميه يعني H2O. عايزك تفتكر حاجه، احنا قلنا ان الام جي او ده اكسيد قاعدي يذوب في الماء ويعطي قلوي. يعني ايه قلوي؟ القلوي ده بيكون اخره او اتش. انا عندي يا مستر 2 او و2 اتش، يبقى افتح قوس كده واديهم 2، لان انا عندي او يبقى او 2 و اتش 2، يبقى هنا هنفتح قوس ونبقى او اتش باي 2. يبقى مين معاك؟ ام جي. هتقول لي خلاص يبقى نحط ام جي او اتش باي 2. طيب وطبعا ده قلوي بيزرق عباد الشمس. بعد كده تفاعل الكلور مع بروميد الصوديوم. تالت تفاعل الكلور Cl2، كتبناها Cl2 عشان الهالوجينات بتكتب في صورة ثنائية، وبروميد الصوديوم يعني NaBr. اللي بيحصل وقلنا قبل كده ان الهالوجينات بتحب تبلطج على بعض. يعني ايه يا مستر تبلطج على بعض؟ خدنا ان الكلور دوت قوي جدا من حيث النشاط اكتر من البروم، فالكلور كان بيطلع البروم بره. ارمي البروم بره، البي ار لما يترمي يبقى بي ار 2 ويخش مكانه كده بلطجه ويبقى NaCl. عشان نوزن التفاعل اللي معهوش 2 حط قصاده 2، دي معاها 2 سيبها، حط هنا 2 حط هنا 2، هتلاقي التفاعل بتاعك يا باشا ايه؟ اتوزن. نكمل. اكمل العبارات الاتيه. تبدا الدوره الثانيه بعناصر المجموعه وتنتهي بعناصر المجموعه. الدوره الثانيه بتبدا بعناصر المجموعه 1A وتنتهي بعناصر المجموعه الصفريه. السؤال اللي بعده يتناسب نص القطر تناسبا ايه مع العدد الذري في الدوره. احنا قلنا في الدوره نص القطر يعني الحجم، ماشي؟ الحجم في الدوره بيقل، يبقى كل ما العدد يزيد الحجم بيقل، يبقى تناسبا عكسيا. ثاني اكسيد الكربون اكاسيد حامضيه عشان دوت اكاسيد لا فلزيه، بينما اكسيد المغنيسيوم اكاسيد قاعديه عشان اكاسيد فلزيه. عناصر الهالوجينات نقط التكافؤ لاحتواء المستوى الاخير على. عناصر الهالوجينات يا شباب احاديه التكافؤ، لان المستوى الاخير يحتوي على 7 الكترون. طالما الاخير فيه 7 يبقى هي عايزه تكسب 1، يبقى التكافؤ احادي. رقم 5 نقط مركب تساهمي الفرق في السلبيه بين عنصري كبير نسبيا، ده المركب القطبي. ده تعريف المركب القطبي. عناصر الاقلاء برضو احاديه التكافؤ عشان اخرها 1 فعايزه تخسر الواحد. نكمل التفاعلات اللي قدامنا دي. ام جي مع 2 اتش سي ال، نقول ام جي قوي والاتش ضعيف، فالام جي طلع الاتش بره. على فكره على القناه في فيديو انا عامل فيه التفاعلات وشرحها بالتفصيل، يا ريت تفتح الفيديو وهتلاقي نفسك التفاعلات ان شاء الله هتكون سهله وبسيطه. الام جي هتطلع الاتش بره اتش 2، والام جي يمسك مع السي ال فيبقى ام جي سي ال 2. الام جي هيدي السي ال 2 عشان هو تكافؤ ثنائي. التفاعل اللي بعده نحط ايه على الميه فيطلع ام جي او اتش باي 2. والله لسه حايلها فوق.
اهو. احط ايه على الميه فيطلع ام جي او اتش باي 2، هتقول لي هحط ام جي او، يبقى نيجي هنا ونحط ام جي او اللي هو اكسيد مغنيسيوم. CO2 مع ال H2O ده اكسيد حامضي يذوب في الماء ويعطي حمض، الحمض اوله H فنحط H2 يبقى CO2O يبقى CO3 حمض الكربونيك، يبقى CO2 مع ال H2O يديك H2CO3. طيب من الرسم الذي امامك جايب لك حته من الجدول وبيقول لك حدد موقع العنصر لام. في اللام دوت دور عليه كده هتلاقيه في الاول اول مجموعه، يبقى الموقع بتاعه هقول له في الدوره دي، الدوره الاولى دي الثانيه دي الثالثه دي الرابعه، يبقى اقول له في الدوره الرابعه. والمجموعه بتاعته مش هو في اول عمود يبقى المجموعه 1A. السؤال اللي بعده ما هو العدد الذري للعنصر س؟ طبعا المجموعه دي الفئه بي بتبدا ب 3A، يبقى دي 4 ايه، يبقى دي 5 ايه، يبقى دي 6 ايه، يبقى س دوت موجود في 6 ايه. طب في الدوره الاولى؟ لا، في الدوره الثانيه. لو هو في الدوره الثانيه يبقى عنده مستويين، ولو هو في 6 ايه يبقى الاخير فيه 6، يبقى الاولاني فيه 2، يبقى العدد الذري بتاعه لو جمعناهم يديني 8. ما اكبر عنصر في الحجم الذري؟ في الجدول ده كله العنصر اللي عنده اكبر حجم بيكون على يسار اسفل، يعني اسفل يسار، يبقى اللام، العنصر لام. ما اسم المجموعة الذي ينتمي إليها العنصر ميم؟ فين ميم دوت؟ أهو موجود في مجموعة اسمها مجموعة، آخر مجموعة اسمها المجموعة الصفرية، يبقى مجموعة صفرية. العنصر كاف فين كاف؟ أهو في نص الجدول ماشي. العنصر كاف يقع بالمجموعة رقم كام وينتمي للفئة ميم؟ بص بقى عشان دي مهمة أوي، الفئة اللي في النص اللي هي دي بتبدأ ب3 بي، يبقى دي 4 بي، يبقى 5 بي، يبقى 6 بي، يبقى موجود في 6 بي وينتمي للفئة دي، لأن الفئة اللي في المنتصف الجدول اسمها الفئة دي. ما نتيجة تفاعل العنصر لام مع العنصر جيم؟ فين لام؟ اهو لام اقلاء وجيم هالوجينات يتكون املاح، اذا تفاعلت الاقلاء مع الهالوجينات يتكون املاح. السؤال اللي بعده من الجدول الثاني ما الرموز الدالة على كل من؟ برضو جايب لك حتة من الجدول. الغازات الخاملة مين ومين؟ الغاز الخاملة يعني اخر عمود ان او، يبقى ان او غازات خاملة. فلزات الاقلاء اجي في الاول كده ادي الاقلاء يبقى اي وبي. هالوجينات قبل الاخيره بتكون هالوجينات اللي هي 7 يبقى ال وام. اكثر الفلزات نشاطا، اكتر فلز نشاطا نيجي على اسفل يسار يبقى البي تحت خالص كده، ده اكثر نشاط. اكثر اللافلزات نشاط، اللافلزات القويه هي الهالوجينات دي، بس كل ما بنزل النشاط بيقل، يبقى معنى كده ان انشط اللافلزات هو اللي فوق يبقى ال. تمام تمام كده احنا يا شباب حلينا الاختبارات او الاداء الاسبوعي، تذاكروا كويس جدا عشان دوت اللي المستر هيمتحنك فيه، ونبدا نحل الاداء المنزلي اللي هو المستر هيدولك واجب. بسم الله. ما المقصود بالمركب القطبي؟ قلناها كتير النهارده. المركب القطبي هو مركب تساهمي، الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه بيكون كبير ايه؟ نسبيا. اكاسيد قاعدية هي اكاسيد تذوب في الماء، الاكسيد القاعدي اكاسيد تذوب في الماء وتعطي قلويات او محاليل قلوية. متسلسلة النشاط الكيميائي دي مهمة جدا احفظها كويس قوي، ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. هنرتب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. السؤال اللي بعده صحح. مين هو جزء من مليون جزء من المتر؟ ده اسمه البيكو متر، الوحدة اللي بتقيس الحجم الذري. عنصر لا فلزي ثلاثي التكافؤ في الدورة الثانية عدده الذري 15؟ لا، لو لا فلز ثلاثي التكافؤ وموجود عدده 15 هيتوزع 2 8 5، يبقى هو في 3 مستويات، يبقى الدورة الثالثة. يتفاعل الام جي مع الاتش وتصعد غاز الهيدروجين، لو جيت تعمل التفاعل هتلاقي بيطلع بره اتش 2. اكاسيد الفلزات تحمر؟ لا، تزرق. يذوب ثاني اكسيد الكربون في الماء ويعطي يكون حمض اسمه كربونيك، ده اللي احنا عملنا تفاعله من شويه اللي هو ال H2CO3. يحفظ كل من ال Na اللي هو الصوديوم والكي البوتاسيوم تحت سطح الكيروسين او زيت البرافين. ليه؟ عشان هما بيتفاعلوا ونشيطين، بيتفاعلوا مع الهواء الرطب. السؤال اللي بعده ماذا يحدث إذا إلقاء قطعة من البوتاسيوم في الماء؟ هقول له تتفاعل لحظيا، البوتاسيوم مع الماء يتفاعل لحظيا ويشتعل بفرقعة، هيشتعل بفرقعة. ليه؟ عشان بيطلع غاز الهيدروجين. وضع شريط مغنيسيوم في أنبوبة بها حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كتابة المعادلة. لما نحط شريط مغنيسيوم في أنبوبة بها حمض الهيدروكلوريك هقول له إيه بقى؟ هقول له يتصاعد غاز الهيدروجين وبيتكون كلوريد
المغنيسيوم. تعالى نعملها. عايزين نجيب مغنيسيوم، نكتب التفاعل هنا تحت كده ام جي، حط عليه اتش سي ال، حمض هيدروكلوريك يعني اتش سي ال. قلنا الام جي طلع الاتش بره اتش 2، يبقى يتصاعد غاز الهيدروجين اهو، والام جي يخش يمسك مع مين؟ تقول لي يا مستر مع السي ال ويديها 2، وعشان نوزن التفاعل نحط هنا 2. هتلاقي اللي اتكون تصاعد غاز الهيدروجين ويتكون كلوريد المغنيسيوم. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يتصاعد غاز الهيدروجين وتكتب لي يتكون اكسيد كلوريد المغنيسيوم. رقم 3، وضعنا مسحوق من أكسيد المغنيسيوم في المية وإضافة الناتج إلى محلول عباد الشمس. أكسيد المغنيسيوم يا شباب أكسيد قاعدي يذوب في الماء ويعطي قلوي. هقول له إيه؟ يتكون قلوي يزرق صبغة عباد الشمس. بيقول لك مع كتابة المعادلة، تعالى نكتب المعادلة هنا. أكسيد مغنيسيوم يعني MgO، حط عليها مية يبقى H2O. احنا حافظين ان الاكسيد القاعدي يذوب في الماء ويعطي قلوي، قلوي يعني اخره OH. عندي 2 O و 2 H، افتح قوس حط 2 يبقى Mg، يبقى يطلع MgOH باي 2، ده القلوي اللي هيزرع عباد الشمس. السؤال الرابع، زيادة العدد الذري في الدورة بالنسبة للصفة الفلزية. كل ما بنمشي كل ما بنمشي في الدورة الحجم بيقل والخاصية الفلزية برضو تقل في الدورة. السؤال اللي بعده، كيف تفرق بين الكربون والمغنيسيوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك؟ طبعا الكربون لا يتفاعل مع الأحماض عشان ده لا فلز، والمغنيسيوم يتفاعل، لسه كاتبين التفاعل بتاعه، يتفاعل ويتصاعد غاز الهيدروجين. ماشي. البروم واليود من حيث الحالة الفيزيائية والنشاط، تعال نكتب البي ار واليود اي. من حيث الحالة الفيزيائية اليود صلب لسه قايل من شوية، البروم سائل هالوجين بس سائل. النشاط البروم بيكون أكثر نشاطا، اليود أقل نشاطا، يعني البروم أقوى من اليود ويقدر يحل محله. البوتاسيوم والروبيديوم من حيث الكثافة بالنسبة للمية، البوتاسيوم أقل كثافة، الروبيديوم أعلى كثافة، لأن كل ما بنزل كانت الكثافة بتاعتهم كانت بتزيد. وضح بالمعادلات تفاعل الكربون مع الأكسجين. تعال نعملها هنا كده. كربون يعني سي، أكسجين يعني O2. طبعا في هنا مثلث حرارة فيمسكوا مع بعض ويطلعوا ثاني أكسيد كربون. تفاعل الصوديوم مع المية، الصوديوم Na مع المية H2O، وكنت بحب اكتبها HOH. ال Na هتطلع ال H بره H2، هتطلع اتشايه واحدة بس H2 وتمسك مع ال OH يبقى NaOH. عشان توزن التفاعل تحط هنا 2، تحط هنا 2، تحط هنا 2. تفاعل البوتاسيوم مع البروم، البوتاسيوم يعني K زائد البروم Br2، يمسكوا مع بعض يطلعوا KBr. عشان توزن اللي معهوش 2 حط قصاده 2. تفاعل الكلور مع بروميد البوتاسيوم، كلور يعني Cl2 مع بروميد البوتاسيوم KBr. Cl2 هيطلع الBr بره Br2 وهيبقى KCl. عشان نوزن اللي معهوش 2 حط قصاده 2. يبقى كده خلصنا التفاعلات. طيب أكمل العبارات الآتية. تنتهي الدورة بعناصر المجموعة الصفرية ويسبقها عناصر المجموعة 7A اللي هي الهالوجينات. يقاس نص القطر اللي هو الحجم يعني بوحدة اسمها بيكومتر. يعتبر السيليكون والجرمانيوم من أشباه الفلزات. تتفاعل بعض الفلزات مع الأحماض المخففة مكونة ملح الحمض ويتصاعد غاز الهيدروجين اللي هو H2، بينما يتفاعل مع الأكسجين مكون أكاسيد، ده الفلز يبقى أكاسيد قاعدية. نقط عناصر تجمع بين خواص الفلزات واللا فلزات بنقول عليها أشباه الفلزات. يقل الحجم الذري بزيادة العدد الذري في الدورة، الحجم هيقل في الدورة ويزداد الحجم الذري في المجموعة. الهالوجينات جزيئاتها نقط الذرة، الهالوجينات بتكون في صورة ثنائية فبتكون ثنائية الذرة، بينما الغازات الخاملة جزيئاتها بتكون منفردة أو أحادية الذرة لوحدها. مين على مين يديك 2 MgO، يبقى الام جي كانت لوحدها Mg والاو كانت O2. عشان نوزن نحط 2 يبقى 2 Mg زائد O2 يطلع 2 MgO. السي بقت حطينا ايه على ايه؟ طلع CO2، يبقى حطينا سي مع O2 وسخنا مثلث هنا فيطلع CO2. رتب ما يلي الصوديوم الخرسين الكالسيوم النحاس تنازليا، يعني من الكبير للصغير. هرقمهم هنا كده او تعال نعملهم مش مشكله، يلا نحلهم هنا كده نرتبهم تنازليا. هبدا بالكبير لحد الصغير. مين اعلى واحد في النشاط؟ صوديوم خرسين كالسيوم نحاس. طبعا الصوديوم والبوتاسيوم هم اقوى اتنين، يبقى نبدا بالصوديوم. اكبر من اللي اضعف منه شويه الكالسيوم.
الاضعف منه شويه خرسين، واضعف واحد خالص ما بيتفاعلش النحاس. تاني سؤال بيقول لك رتب دولت تصاعديا من حيث الحجم الذري. حلو السؤال دوت، نختم بيه وركز معايا قوي. انا عشان اعرف الحجم الذري بوزع. السي هيتوزع 2 4، يعني عنده دورين. الاو 2 6 عنده دورين. الان 7 2 5 برضو عندها دورين. الاس 16 2 8 6 3 ادوار. يبقى اكبر حجم هو الاس. هقول لي تصاعديا، تصاعديا يعني من الصغير للكبير، فاكبر حاجه الاس. يبقى احنا كده اكبر حاجه هي الاس. طبعا احنا نبدا هنا بالصغير، نكبر نكبر لحد ما نوصل لاكبر حاجه. ليه يا مستر الاس اكبر حاجه؟ عشان عندها 3 ادوار 3 مستويات، يبقى دي اكبر حجم. طب يا مستر دي عندها مستويين ودي عندها مستويين ودي عندها مستويين. هقول لك سهله. مش هو كلهم عندهم مستويين يبقى كلهم في الدوره الثانيه؟ واحنا اتفقنا كل ما بمشي في الدوره العدد هيزيد والحجم هيقل. يبقى العنصر اللي عنده اكبر عدد عنده اصغر حجم. معنى كده ان اصغر حجم فيهم الاو 8، ده صغير. الاكبر منه شويه ان 7، الاكبر منه شويه سي 6، واكبر واحد الاس 16 عشان ده اصلا عنده 3 ادوار. كده يا شباب احنا حلينا كده الاداءات المنزليه والاختبارات الاسبوعيه بتاعه الاسبوع الثالث والرابع. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.